اليوم طلع خبر جديد من الصحفي خورخي بيكون، صحفي من صحيفة الريليفو الإسبانية، وهذا الصحفي مقرب من الطاقم الفني للمدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. الصحفي قال أن ريال مدريد بدأ بالفعل الاستماع للعروض المقدمة من أجل اللاعب الفرنسي أورليان تشواميني. في البداية إدارة ريال مدريد كانت رافضة الاستماع للعروض المقدمة من أجل اللاعب الفرنسي، ولكن الآن الوضع تغير. صح، الآن نجو لتحليل هذا الخبر. بحكم أنه المصدر مقرب من الطاقم الفني للمدرب كارلو أنشيلوتي، وبالأخص من المساعد ديفيد أنشيلوتي ابن المدرب الإيطالي، هل سألت نفسك يا كارلو أنشيلوتي وديفيد أنشيلوتي عن الأسلوب اللي تلعبوا به في كل مباراة؟ هل الفريق عنده أسلوب واضح في كل مباراة يلعب به؟ كي راني نتفرج مباريات ريال مدريد، كل مباراة راني نشوف أسلوب جديد على الفريق، ولا مرة الفريق استقر على أسلوب واضح ولعب به في جميع المباريات. أنشيلوتي مرة يلعب تشواميني مدافع، مرة يلعب لاعب خط وسط. كيفاش بغيتوا اللاعب يقدم أفضل المستويات تاعه مع ريال مدريد وانتم خطرة مدافع خطرة ميليو تيرا؟ الآن الخلل بالنسبة لي ماشي في اللاعب، الخلل راه في الطاقم الفني. الطاقم الفني ما عرفش كيفاش يوظف اللاعب تشواميني ويستخرج منه أفضل المستويات. بالنسبة لي اللاعب تشواميني نعتبره عنده هامش تطور كبير، ولكن مع مدرب آخر غير أنشيلوتي، يا إما مع المدرب تشابي ألونسو اللي غادي يجي الموسم المقبل، ولا يورغن كلوب. الخلل الآن بات واضحا أمام الجميع، الخلل في المدرب كارلو أنشيلوتي اللي ما عرفش يوظف اللاعب الفرنسي في وسط الميدان. خطرة نشوفوه مدافع، خطرة نشوفوه لاعب وسط جانب كامافينغا، خطرة نشوفوه محور مزدوج جنب فالفيردي. كيفاش بغيتوا المستوى تاع تشواميني يتحسن وكل خطره ديروه في بلاصه، خطره مدافع، خطره وسط ميدان، خطره محور مزدوج؟ لا، ماشي كيما هكا كارلو انشيلوتي. الصحفي يقول ان ريال مدريد يريد رودري باي شكل من الاشكال. ثم بغيتو ريال مدريد يبيع لاعب صحي ومشي مصاب تشواميني، ويجيب رودري اصلا اللي راه مصاب بالرباط الصليبي وما عرفناش كيفاش المستوى تاعه غادي يكون بعد الاصابه. بالنسبه لي نشوفها مخاطره كبيره من اداره ريال مدريد، تبيع لاعب اساسي في الفريق وتروح تجيب لاعب مصاب بالرباط الصليبي. مخاطره كبيره وكبيره اذا دارها فلورنتينو بيريز. يا سيدي، اذا قررت اداره ريال مدريد تبيع تشواميني، على الاقل تروح تجيب لاعب جيد ماشي مصاب. نعطيكم الامثله، كاين زوبي ماندي، مارتن زوبي ماندي لاعب ريال سوسيداد، كاين ديكلان رايس، كاين برونو غيماريش، كاين شحال من لاعب قادر يعوض اورليان تشواميني. ولكن خيار رودري نشوفه خيار مستبعد حاليا، لانه راه مصاب بالرباط الصليبي. تعرفوا الاصابه تاع الرباط الصليبي، اللاعب بعدها ما يرجعش لافضل مستوياته، فنشوفها مخاطره كبيره اذا اتخذ هذا القرار. وهذا كان الفيديو تاعنا تاع اليوم. كتبوا لي رايكم في التعليقات، اذا قررت اداره ريال مدريد تبيع اورليان تشواميني، من هو المعوض الافضل والمناسب بالنسبه لريال مدريد؟ كتبوا لي الاسم اللي ترشحوه في التعليقات، وما تنسوش تدعموني في القناه باللايك والاشتراك. نتلاقوا هاد اليامات في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.